يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني انا اسراء علاء، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلوكوا كل جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل خضار سوتيه. طبعا الخضار من الحاجات اللي ليها فايده حلوه جدا. خضار كتير هيلثي للناس اللي عايزه تعمل دايت وكده. آه طبعا الكميات براحتكم، يعني انا بس عشان احنا يعتبر فردين اصلا في البيت، فيعني حبات صغننه يعني. طبعا الكوسه هقطعها رفيع زي ما انتم شفتوا. الجزر برضو هقطعه شرايح رفيع. المشروم ما بيتغسلش، اي فوطه ناشفه او منديل ويتمسح. طبعا كان عندي فلفل الوان، وكان عندي ذره. طاسه هحط فيها قطعة زبدة. عايزين تحطوا زيت زيتون تمام، عايزين تحطوا زيت عادي برضو تمام. اول حاجة هنزلها المشروم لحد ما يدبل بالطريقة دي ولونه يبقى بني كده. هبتدي بقى انزل واحدة واحدة بالحاجات يعني الجزر مثلا بياخد سوا اكتر. هديله كده تشويحتين ياخد لون، يبدأ يدبل كده سنة صغيرة. بعدين ابتدي بقى انزل بالكوسة البسلة. آه كان المفروض انزل تقريبا بالفلفل الالوان، بس انا اديتهم يعني تشويحه برضو كده الاول، بعدين نزلت بالفلفل الالوان. اخر حاجه طبعا بتبقى الذره، لان هي اصلا بتبقى مستويه. هبتدي بقى اقلب فيهم كده لحد ما ياخدوا لون شويه. بعدين ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه بالكتير يعني. آه طبعا يعني يستحسن بقى يبقى فيه غطا على قد الحاجة بالظبط، عشان يعني هي تستوي على البخار، مش هتستوي على البخار يعني. البخار اللي طالع من المية هي تستوي. في طريقة تانية طبعا للسوا، اللي هي بقى على البخار على طول. مثلا حلة على النار وفوقيها مصفى، ونحط الحاجة فوقيها كلها وتستوي على البخار يعني. هنا حطيت بقى رشة ملح، رشة فلفل اسود، بس ده اللي انا حطيته. عايزين تحطوا زعتر او روزماري او الاتنين مع بعض. بس انا بفضل ان هي تبقى حاجة يعني طبيعية كده يعني، من غير توابل كتير. حطيت اخر حاجة زي ما قلت لكم الذرة، لان هي مستوية. بس كده بشوف كل شوية بقى اذا كانت محتاجة مية مش محتاجة مية. المية نشفت، درجة السوا بتاعت كل حاجة فيهم كده يعني. طبعا ما خدتش وقت اصلا. وزي ما قلت لكم الفايده بتاعتها يعني يعتبر اكتر من فايده الخضار المطبوخ بالتسبيك بقى ومش عارفه ايه وكده. آه، بس طبقه بقى جانبي جنب اي حاجه. عايزين تعملوا جنبيها مكرونه وايت صوص، طبعا مش هتبقى هيلثي خالص. بس تمام يعني، بس كده وجربوها وقولي